لم يكن إلا أن علمنا بيقين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرج النقود وإنما أخرج الطعام لكان ذلك كافيا لنا أن نحرص على أن نقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم. يعني يا أخي عندما تخرج زكاة الفطر طعاما فأنت تستشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها طعاما. أما إذا أخرجتها نقودا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجها نقودا. وإذا أردت أن تحسن إلى الفقراء بالمال فطيب، ولكن بغير زكاة الفطر. من الجميل جدا أن تخرج زكاة الفطر ومعها صدقة من المال، فتعطي الفقير الطعام وتعطيه مبلغا تتصدق به، هذا شيء طيب لا يمنع منه. كذلك لو كان الإنسان في بلد الفتوى فيه على إخراج النقود وخشي الفتنة فلا بأس أن يخرج النقود وفي قلبه أنها صدقة، ويخرج زكاة الفطر في وقتها ولو خفية إذا كان الإنسان في بلد وخشي الفتنة أو خشي تفرق الكلمة أو نحو ذلك، وكانوا يفتون الفتوى العامة بإخراجها نقودا، فما في مانع أن يخرجها نقودا لكن ينوي بها الصدقة. وأما زكاة الفطر فيخرجها طعاما ولو أوصلها للفقراء خفية حتى تبرأ ذمته.